لو عندك حرارة ده معناه يكون بسبب انفكشن ولا انفلاميشن؟ في ناس كتير قوي بتتلخبط بين الانفكشن والانفلاميشن. تعال نفرق بينهم بسرعة. اول حاجه الانفكشن بيحصل ازاي؟ اللي بيجي هنا عندي الميكروب، سواء مثلا فيرال، سواء بكتيريال، سواء فانجل، بيجي يدخل جوه الجسم وبيكون هو السبب في الرياكشن ده، في ان هو يعمل لي انفكشن. انما انفلاميشن ده عباره عن رد فعل الميون سيستم بتعمله في صوره انفلاميشن، نتيجه لايه؟ نتيجه لانفكشن او اي ضرر جوه الجسم. حلو الكلام. عندي هنا ده كده ايه الميكروب اللي هيعمل لي الانفكشن، وده كده كله انفلاميشن. حلو. نيجي ندي امثله للانفكشن انفلاميشن. الانفكشن الامثله بتاعته مثلا عندي زي النمونيا، زي اشهر نوع عدوى مرت علينا الكوفيد 19، زي مثلا الايه، زي الانفلونزا. انما الانفكشن زي الجاوت، زي الروماتويد ايثرايتس، زي الازمه. حلو الكلام. نيجي نعمل مقارنه بينهم سريعا. زي ما احنا قلنا ان الانفكشن ده بيكون ميكروب بيدخل جوه الجسم، هو اللي مسؤول او هو السبب في الرياكشن. انما الانفلاميشن دوت عباره عن رد فعل لاي ضرر جوه الجسم. الانفكشن ده بيكون باثوجين، الميكروب بيجي من بره يدخل جوه الجسم، مش بيكون جوه بخارجي. انما الانفلاميشن ده بيكون اميون ريسبونس داخلي، رد فعل من جوه الجسم. الساينز اللي بشوفها على اللي بشوفها في العيان بتكون هيت وبص وبكتيريا بتكون موجوده بتظهر في التحاليل. انما ده في الانفكشن. الانفلاميشن بقى ريدنس وسويلنج وهيت وبين. نيجي لحته مهمه، قالك ان الانفكشن ممكن يسبب انفلاميشن، انما الانفلاميشن مش دايما بيكون عدوى. يعني ايه الحته دي؟ يعني انا عارف ان الانفكشن ده بسبب ايه؟ الميكروب بيدخل يعمل ايه الرياكشن. قال لك ان هو ممكن في الحته دي الاميون ريسبونس بتاعي يدخل، لو ما اتعالجش، يعني الاميون ريسبونس بتاعي الاميون سيستم قصدي بيعمل لي رد فعل نتيجه للانفكشن ده، فيعمل لي انفلاميشن. لكن الانفلاميشن مش دايما سببها عدوى، في منها اسباب كتير قوي. ملخص الدنيا دي ايه؟ ان الانفكشن هنا ده عباره عن ميكروب انسايد، ميكروب بيدخل جوه الجسم. انما الانفلاميشن